السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة سبورت مونديال، مشاهدينا الكرام. كما سمعتوا آخر خبر هو ياسر العروسي، مش المهم العروسي، الاريير غوش، اللي كان في ليفربول ومعينا نهضروا رواح والناس قاعدة تذبح. أخيرا راه جا للجزائر باش يلعب معنا، ولكن جاء في وقت المنافسة تشتد على ذلك المكان. رامي بالسبعيني في أحسن أحواله، عندنا آية نوري فور عليهم للزوج. هي ما تقدرش تقول آية نوري فور على بالسبعيني، وما تقدرش تقول بالسبعيني فور على آية نوري، لكن كل واحد عنده خصائص اللي يتميز بها. بيرسونالمون أنا ما نقدرش نخير بيناتهم، هذوك زوج ما صعيبة شوية. ياسر العروسي في ظل حضور هذا الثنائي مع حجام اللي فان راح شارك مباراة معنا وأدى مباراة جيدة، يظهر لي أنه راح يكون مستقبله ضحية هذين اللاعبين. ما راحش يشارك بزاف معنا في ليكيب ناسيونال، باسكو عندنا رامي ولا عندنا أيت نوري وعندنا حجام، وهو في مستواه. أنا دايما نتفرج عليه وكل شيء، ماهوش لاحق للمستوى حتى تاع حجام. حجام راه أحسن منه باش يلحق أيت نوري بالسبعيني. شحال مازالو. ربما يكون في المنتخب على شكل بديل لأيت نوري أو بالسبعيني في حالة إصابة في حالة إصابة لاعبين أو اثنين، لاعبين اثنين، ربما نحتاجوه. على كل حال هي إضافة جيدة للمنتخب الجزائري. هذه خاوتنا كما شفتوا. العديد من المواهب بعد حادثة بنزيما مع المنتخب الفرنسي تفطنوا جيدا، بأنه فرنسا هي فرنسا الطاغية، فرنسا الحقارة اللي العنصرية، اللي تجيب لهم واش تجيب لهم ما يستعرفوش بيك. لكن كما تشوفوا بنزيما يلعب في ريال مدريد، كان يلعب في ريال مدريد في أعلى مستوى، أهانته ولم تعترف بقدرته الفنية ولا حتى الاستحقاقات حتى الأشياء اللي قدمها لفرنسا ما قدروهاش. لذلك أصبح لاعبين مثل غويري وحجام وأيت نوري والعديد عوار قرروا أن يلعبوا لصالح المنتخب الجزائري، لصالح بلادهم الأم. فهذا في مصلحتهم أولا ومصلحة المنتخب الجزائري، ونتمنى التوفيق للجميع. سلام.